السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هدى من قناة هوايتي. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بقى انتوا شايفين كده هنعمل حاجة جميلة قوي. طبعا بيحبوها كل الناس، صغار وكبار، وبتتعمل في المناسبات وبتتعمل في العادي عشان تفطروا بيها تتغدوا بيها. عندك مثلا عزومة ولا أي حاجة بتعمليها. النهاردة بقى هنعمل إيه؟ هنعمل الكسكس أو الكسكسي. يعني على طريقة المغاربة أو التوانسة لما بيقولوا الكسكس يعني. هي طريقة، هي الكلمة عادية جدا إن شاء الله. وهنبدأ نعمل بالطريقة المصرية بتاعتنا اللي هي كلمة الكسكسي. ان شاء الله هنعمل ميكس من دقيق، اللي هو معترف عليه دقيق السميد البسبوسه اهو، ودوا الدقيق العادي بتاعنا. يبقى هنعمل ايه؟ ميكس بين الاتنين. انا شفت بعض الفيديوهات معموله، واحقاقا للحق اللي عملت الفيديو ما كانتش عامله كده، كانت عامله اللي هو بالدقيق السميد. انا هقول بس معلومة علشان كل حاجة ترجع طبعا ايه لاصحابها حقيقي يعني. فكانت بتشكر اللي عملته جدا، واللي هي بقى عملت كأنه اختراع وهي اول مرة تشوف. هي طبعا ما بتتفرجش على فيديوهات، ما بتعملش سيرش وبتشوف بعض الفيديوهات. عايزة اقول لكم احقاقا للحق، يعني اللي عمل الطريقة دي من 3 سنين بالدقيق السميد كان الشيف محمود عطية. وكمان نجلاء الشرشابي من 3 سنوات برضو عملت اللي هو بالدقيق السميد. كمان انا شفت التوانسه المغاربه لبنان بيعملوا بطريقه السميد وساعات بيدخلوا معاه طريقه السميد ودقيق معاهم. فانا جربت قبل كده، عملت بدقيق السميد ودقيق العادي بتاعنا. اقسم بالله عايزه اقول لكم اللي انتوا هتشوفوا المنظر قدامكم، هتشوفوا البروله بتاعه الدقيق وجماله فتحانه، لان طبعا الدقيق السميد البسبوسه بيدي فتحان حلو. خلاف بقى لما انت كده هتكوني هتحطي الزبده، بيبقى فيه فرق بقى. في زبده بتبقى بيضه اللي هي الجاموسي، بتدي الكسكسي يعني بياض كبير. طيب لو انت عايزاه ذهبي هتحطي الزبده الصفراء اللي متعارف عليها اللي احنا بنجيبها، اللي هي البقري. بتسيحيها وبتعمليها. عندك نيوزيلندي، عندك فيرن اللي انت متعوده عليه وبتعمليه تمام كده. مش هثقل عليكم، انا كترت في الكلام، لكن حبيت اقول للاخت اللي هي بتقول اني ما شافتهاش قبل كده ومحدش عملها. لا، المغاربه والتوانسه والجزائر والسعوديه وكله بيعمل بدقيق السميد. مش اول مره تمام كده. هي بس ممكن تكون جديدة في اليوتيوب يعني. طب احنا قلنا هنعمل ايه مبدئيا؟ عايزة تعملي نص من الدقيق ده عادي، اوكي اعملي نص. عايزة تعملي نص ونص معاه تمام. عايزة تعملي نص من ده وكيلو من ده عادي يعني. بصي مخير ليكي كل حاجة. امال ايه اللي دخل ده في النص؟ ما انا بقول لحضرتك هيدي طعم وهيدي جمال، والحباية كده بتبلعيها كده ما بتبقاش فيها تشريق، وبتبقى حلوة قوي. طيب هو بيتحط له ايه تاني؟ حاجه واحده بس هي السنه. احنا ما بنحطش ملح كتير عشان انا مخلياه للحلو مش للشوربه. طب انا لو عايزاه، انا حطيت بسيط من الملح اهو، دي السنه بتاعتنا. لو انا عايزاه يا حبايبي بالشوربه بزود من الملح. ليه؟ لاني انا في التفويره التانية والتالتة هعمله ايه؟ هحط له شوربه تمام. طبعا ممكن بيتعمل باللحمه، ممكن يتعمل بالشوربه. بتعملي يعني سوري، بتعملي معاها خضار، فراخ او لحمه، والخضار معاها بيبقى عباره عن قرع، عباره عن كوسه، جزر، بس بتبقى مكعبات كبيره. الفراخ او اللحمه برضو بتبقى مكعبات كبيره. طبعا انا اثقلت عليكم في الكلام. ليكي مطلق الحريه اللي انت عايزه تعمليه. معلش المقدمه عشان ما تبقاش طويله عليكم، بس انا والله حبيت انسب كل حاجه لمكانها. يعني ده مش اول مره، لكن احنا كله طبعا افتكاسات، وكلنا بنشوف من بعضينا، وكلنا لو عجبتك وصفه بتعمليها، وانت كمان بتبتكري فيها يعني بتزودي حاجات فيها. يعني ما بقولش انت بتاخديها من فلانه او علانه، لا تمام كده، بس لازم ننسب كل حاجة لأصحابها. النهاردة إن شاء الله هنعمل كيلو كيلو. كمان عندك بقى بترشرشي بالأوتومايزر اللي زي كده.
بترشرشي، بياخد وقت بس منك شويه. عايزه تعملي بميه كده وتسقسقي كده. عايزه تحطيه في الفود بروسيسور اللي هي دي اهي، اللي هي دي بتعملي في الفود بروسيسور. وكمان بتحطي الميه من فوق، بتحطي معلقه كده وهي تلف لحد ما تخليهولك ايه، بدل ما بتتعبي ايدك يعني. فانا هقول لكم الطريقه المتعارف عليها، اللي هو انا حطيت طبعا شويه الملح. هبدا بقى اعمل ايه يا حبايبي كده، يا رب بس تكون الكاميرا ايه شايفين كده قوي اهو. هبدا بقى ايه اعمل الاتنين مع بعض، الميكس بين دقيق السميد البسبوسه وبين الدقيق العادي بتاعنا المصري العادي بتاعنا. واي نوع دقيق جميع الاستخدامات حطيه وما تقلقيش من اي حاجه، ده لا فطير ولا اي حاجه. في النهايه كله بيشرب ميه، كله بيعمل حبيبات. وبعد كده بنحط له السمن بتاعنا وبتاكلي احلى كسكسي. عايزه بقى تحطي له زبيب وجوز الهند، عايزه تحطي له مكسرات حسب استطاعتك كلها. بيستعمل كمان في العزايم، في كمان بيستعمل في السبوع للمولود يعني. فشايفين بصوا هو من نفسه، بص عمل ازاي، كأنه شرب الدقيق. تمام كده. هبدأ بقى ارشرش واحدة واحدة كده، وطبعا انا مش هثقل عليكم لحد ما يعني ايه اخليه ان هو يبقى تمام. بصوا بالرشرشة كده اهي، بصوا هي ممكن تكون مش باينة قوي لا هي باينة من الكاميرا. هبدأ ارشرش كده بقى وايه واعمل كده تمام. طيب لو ايدي فاضية بيبقى بايدي الاتنين، لو انا مش برشرش وبسقسق كده للميه بيبقى بايدي الاتنين واعمل كده تمام، بحيث ان انا مخليش دقيق خالص. طبعا زي ما انتم شايفين كل ما كان في ايدك دقيق تعرفي انه لسه محتاج ميه. طب لو خلصت الدقيق من ايدك وحسيت ان لونه كده اصفر كده وبقى ذهبي وجميل، يبقى خلاص كده هنحطه ايه في التفويره. وهنقول برضو اللي ما عندهاش برضو انا هلغي الاتوميزر، عشان هي يعني هتبقى يعني هتخنقني شويه، لكن انا عايزه حاجه سهله. انا معايره 3 كوبايات، هتاخد 3 كوبايات على حسب بقى ما ياخد الدقيق بتاعي. هفضل بقى كده رشرش كده. بصوا حبايبي اهو كده، وتقلبي بقى كده رشرشي كده، يعني ترميها على ايدك من فوق. ليه؟ علشان ايدك نعتبرها ايه زي المقصوصه كده ترشرش وما تدعكيش، فاهماني؟ حاولي كده على العايم تعملي كده تمام كده. هنحط له كام يا هدى على حسب ما ياخد، لكن هو هياخد له حوالي 3 من الكوبايات. وما تقلقوش من اي حاجه، بعد كده هنحطه اصلا في الفود بروسيسور، ايه هيغني عن الغربال. وانا والله العظيم عندي غربال موجود، ولكن انا مش حابه اعمل لكم بالغربال لان الغربال مش في كل بيت. احنا بما اننا ناس قديمه فكانت عندنا الحاجات دي، الغربال بيبقى موجود لازم عند كل حد يعني. لكن احنا النهارده مش هنعمل بالغربال، هنعمل بالفود بروسيسور. يمكن انا بس ايه كترت في الكلام، لكن والله انا عايزه اقول لكم الحق بتاع ربنا يعني. وهيتطلع من ايدك احلى كسكس واخر جمال ان شاء الله. شايفين يا حبايبي الكوبايه التانية اهي، ما تقلقيش من اي حاجه اهو. اعملي كده قلبي بس ما ترميش بكتره. هو هياخد له من 2.5 ل3 الكوبايات اللي هي اللي تحت الشاي الوسط دي، هياخد حوالي 3 كوبايات. واعمل بقى كده زي ما قلت لكم، اعمل كده بصوا عشان ايه اسهل للفود بروسيسور، اسهل لها
اهو. لكن انا ايدي لسه طالع عليها دقيق، يبقى هنحط الكوبايه الثالثه. تمام اهو. شايفين يا حبايبي بقى؟ بصوا خد ايه؟ خد 3 كوبايات بس، 3 كوبايات من الميه بتاعه الشاي اللي هي ايه ما تكونش كبيره قوي. طيب هنعمل بعد كده ايه في المرحله دي؟ لو عندك غربال بتعملي بيه. طيب انتوا شايفين هنا في ايدي دقيق زي الاول؟ لا، ممكن يكون قطع من الدقيق. بعد كده لما بتتحط في الفود بروسيسور بتعمل ايه؟ كلها بتتفرم يعني مع بعض اهو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا اهو. تمام اهو. هحطه بقى في الفود، واللي ما عندهاش ممكن بمصفى، ممكن بمنخل. تمام كده اهو زي ما انتوا شايفين كده. عملته كده تمام. يلا بقى نجهز. وكده حبايبي بقى دي المصفى دي بتاعه الحله اللي تسب. يعني لو ما عندكيش حله الكسكسي تعمليه في الحله اللي تسب. لو ما عندكيش بحط حله من بتاعتنا بتاعه البيت، وبعد كده بحط الميه من تحت، وكمان بعد كده بروح حاطه فوقها المصفى واحط الغطا عليها. طب هنبدا بقى نعمل ايه؟ نضرب بقى في الفود بروسيسور شويه شويه كده، وبعدين نحط الكميه. كل مره اخد زي كوبايه كده، يعني ما كترش على الفود. شويه تاني اهو. زي كده. تمام. هنقفل بقى. كده حبايبي زي ما انتوا شايفين اهي. كوبايه كوبايه كده. بصوا اهو قدامكم اهو. اخر جمال، اخر حلاوه، كانه بصوا كانه معمول. هو لسه طبعا ما اتبخرش خالص. بصوا شايفين اهو. اهو هحطه هنا. عندك بقى شاشه، عندك كيس مخده، عندك حته بافته، بس تكون نضيفه. ورجائي ما تغسلهاش مع الغسيل، اغسليها على ايدك. حطيها في ميه سخنه وتغسليها على ايدك. ما تحطلهاش اي مسحوق ولا اي حاجه. تمام. ادي ده جزء. بصوا لسه في القعر اهو. المصفى كبيره ما شاء الله. هبدا اخلصه بقى كله. انا مش هثقل عليكم في الفيديو ده، هخلصه وايه اوريكم هيتفور ازاي. كده بقى دي اخر واحده. بعد كده طب خلاص. عايز ايه؟ انا بصور. قولي. دي اخر كوبايه كده. عملناهم في المصفى كلهم. هنبدا بقى نحطهم على الحله اللي تسب. ومش شرط حله تسب، قلنا اي حله من البيت وعليها مصفى عادي. انا عشان اوريهولكم فايه. بصوا مش مكلكع ولا حاجه اهو. اهو شايفين؟ بصوا عامل ازاي. هيتفور بقى اول مره، وبعد كده هنضربه برده في الفود بروسيسور تاني مره. هو هنعمل كده 3 مرات. هيتفور 3 مرات وهيتضرب 3 مرات. في المرات اللي جايه بقى مش هحط كميه الميه دي كلها، لا هحط قد ايه؟ هحط حوالي زي ما هياخد حوالي كوبايه برده من بتاعه الشاي لكل مره. ادي اول مره هنفوره. هنقفل بقى كده كويس كده، وهنحطه ايه على الحله. وانا شلت الغطا بتاعها. هحط الغطا ايه من غير الاكره بتاعتها يعني. اهو شايفين زي ما انتم شايفين كده. ادي الحله اهي. هحط فيها بقى الميه المغليه من تحت حوالي كده ايه يعني فوق عن الربع شويه، تلت كده. وبحط الحله دي على المساند دي اللي هي تبقى بعيده عن الميه
بس. وبعد كده بحط الغطا عليها وانتظروني كده حبايبي بقى. ورجعت لكم، دي اول فوره انا فكيتها اهو. هبدا اعملها بقى كده بالراحه، مش بعجن، بفك بس عشان سخنه بدل المقصوصه اهو. مقصوصه مش يعني مش عايزه اقول لك بايدك علشان طبعا هي لسه سخنه. هسيبه بس ايه، هو هدي من الدخان شويه. وهنبدا نعمل ايه بقى، هنعمل برده في الفود بروسيسور هنعمل ايه، هنعمل الفوره الثانيه. تمام. بس انا حبيت برده ايه اوريكم يعني اهو. اوعوا تقولوا ده مكلكع، لا لا، هيفكوا كل حاجه. هو طبعا بيبقى عشان داخله ميه شويه، اول فوره بيبقى كده لحد ما هو بيتشرب بقى وبينشف ايه الميه دي كلها. تمام يا حبايبي اهو. اهو بصوا هنعمل بقى ايه، هنرشرش ميه بسيطه بس هو لسه سخن حقيقي يعني، لسه سخن كده حبايبي. بقى هرشرش بقى، هو هادي كده بصوا. وهعمل بقى كده علشان ايه، هضربه للمره الثانيه، بس هحط له ايه كوبايه ميه. تمام اهو. بصوا شايفين فرفت ازاي ما شاء الله اهو. بصوا اعمل ازاي اهو. ارشرش كده، مكترش في مكان واحد. بعد كده بقى هخلص الكوبايه دي وهعمل ايه، هحط بقى في الفود بروسيسور شويه شويه، كوبايه كده، ونفورهم للمره الثانيه. يا حبايبي خلاص خدنا الكوبايه بتاعت الشاي الصغيره دي اللي مش كبيره قوي اهو، اللي هو العيار اللي عندنا. بصوا شايفين بصوا لو عملت كده بصوا نازل ازاي اهو. طبعا الخطوه دي كمان هتغنيكي بقى يا في غربال يا اما في الفود بروسيسور. بصوا شايفين، بصوا كمان شايفين اهو. انا بقى عشان ايه ما اطولش الفيديو عليكم، هخلص الكميه دي هحطه في الفود بروسيسور بالكوبايه، وبعد كده هحط في الحله اللي هي دي، اللي هي بالخلقه اللي احنا عاملينها دي، اللي هي بتاعه الكسكسي، ونحطها في الحله ونغطيها برده وتقعد لها برده نص ساعه تاني. شايفين يا حبايبي بعد ما عملتها في البروسيسور اهو لتاني مره. بصوا شايفين كأن تشوفيه كده تقولي ده هو خلاص استوى، لا لكن لازم لسه شويه. بصوا الجمال، حبيت والله انا فتحت الكاميرا تاني عشان اوريهولكم ده لتاني مره. وبصوا عيلي ازاي، تالت مره بقى هتلاقيه اعلى من كده. تمام. هفضل بقى برضو اقفل عليه كده زي ما اتفقنا، احرص عليه. وعايزه اوريكم حاجه بس على النار عشان الحله دي تخلي بالك ما تسقطش جوه الميه. هوريكم حاجه. بصوا يا حبايبي انا كنت دي الحله اللي تسيب، فكنت حطيت البتاع على الاخر كده، المصفى بتاعتها على الاخر، فخفت لا تقع منها، فحطيت كوبايتين من الميه الازاز، والميه هي بتسخن بتغلي اهي. هبدا احط برضو المصفى فوقيها. انا رفعت الميه، تجنبت ان اي حاجه توصل للكسكسي، يعني خلي بالك من النقطه دي لو بتعملي في الحله اللي تسيب اهي. بدات الميه تغلي زي ما انتم شايفين. والناحيه دي كمان حبيت برضو اوريكم ان انا بسيح قالب زبده اهو اصفر، علشان برضو ايه يدي الطعم الجميل. عندك اي حاجه اشتغلي بيها اهو كده حبايبي. هسيبها برضو لمده نص ساعه. النص ساعه دي لحد ما تخبطي عليها تلاقيها بتطبل كده، تعرفي ان العجينه استوت. تمام كده. طيب اهو ده لو في فراغات في النص كده، كانوا اهالينا زمان بيعملوا في الحلل بيعملوا معجون ويقفلوها حاجه زي كده، لا انا بعمل ايه، ببل بقى يعني عندك فلقينا مثلا قديمه، عندك فوطه بتبليها وبتحطيها حواليها. تمام كده. وبعدين بتغطي، ادي غطا حله عادي اهو. وبعد كده هحط فوطه كمان، وهحط اللي حواليها هنا بالحته دي اهو زي كده.
تفضلي تعملي كده وتغطيها بقى بالفوطه. انا مش عايزه اثقل عليكم في الفيديو علشان تعرفي ان احنا لازم نتصرف في اي حاجه. غطا الحله ما دخلش عليها اللي بيتربط عليها، ما دخلش لان ايه، هي عليت عن المساحه، ده تجنبا ان يوصل لها ميه ولا اي حاجه. تمام يا حبايبي، وانتظروني بقى لما نعمل ان شاء الله الفرة الثالثه. كده بقى حبايب قلبي، دي المره ايه اللي هي هنبدأ بقى المرة الثالثة. احنا خلصنا كده المرة الثانية اهي، شايفين؟ اشيل بقى المصفى، شايفين برضو المصفى، الحلة بتاعت المصفى بتبقى ايه، بتبقى حلوة جدا. اعمل كده الحتة كده عشان لو فيها حاجة جوه تطلع. تمام اهو، ونفض كده اخر جمال. يا اختي سخنه. هنبدا ايه نتعامل كده حبايبي. شايفين السخونيه؟ بصوا شايفين للمره الثانيه، بصوا عامل ازاي، يا سلام. والا بقى للمره الثالثه كمان، بصوا اخر جمال والله العظيم. على فكرة ممكن يعني في ناس بتستعجلوا بيعملوها على دي، على المرة دي، لكن انا عايزة حاجة تكون بقى بتدوب في بقك وما تشرقش وحاجات زي كده. بصوا حبايبي، هخلص بس الفتافيت دي كده، ههرسها كده. وهنعمل ايه برضو يا هدى؟ هنرشرش كوباية تاني، بصوا علشان يزيد بقى معايا ويبقى حلو. كوباية تاني من المية زي دي، بس ما يهدى شوية ويبطل دخان. كوبايه برضو زي دي من بتاعه الشاي، هرشرشها كده لحد ما تاخد معايا واحس ان هو ايه، مش محتاج ميه. واحطها برضو للمره الثالثه في الفود بروسيسور. يبقى ضربنا بمحضره الطعام. لو محدش عارف الفود دي ايه يعني ايه محضره الطعام، ضربناها مره ومره، ودي الثالثه ان شاء الله. وبعد كده هفوره لاخر مره، يعني انا لما هضرب المره دي بعد كده هفور لاخر مره. معلش الفيديو ده اثقل عليكم لان قلت لكم فيه كل حاجه وكل المزايا وكل العيوب وكل الحاجه الجميله في الطعم. ان شاء الله يا رب يعجبكم ان شاء الله، وتجربوا حاجه هدى بقى وجربوا حاجتنا. احنا من سنين بنعمل الكسكس، بس لما انا بشوف حاجه ما بتعجبنيش، وبيبقى في حاجات ناس عاملينها من سنين من زمان معموله والاخر بينسبوها لواحده مثلا لسه جايه وعامله نفسها ان هي اول مره هي اللي تعمله على اليوتيوب، وتقول اول مره على اليوتيوب. لا يعني بامانه ربنا انا اول واحده الحمد لله اللي عملت الجيل الاوتوماتيك في قلب الغسالة الأوتوماتيك، أول واحدة على اليوتيوب. ولذلك هتلاقوا مش كتير عاملينها. لقيت بعد كده واحد جاب غسالة كبيرة وعمل فيها غسالة بيضة كبيرة وعمل فيها. أنا عندي الغسالة البلاستيك كنت جايباها يعني من السعودية وكده، فعملت بيها. فالحمد لله يعني في ناس بتبقى فعلا اول مره بتعمل الحاجه رغم انه ما خدش ترند ولا حاجه، يعني الحمد لله. فطبعا بقى همتكم معانا في اللايكات بقى عشان الفيديو يترفع، وان شاء الله ينول رضاكم وتجربوا حاجاتنا. بشكركم يا حبايبي. طبعا كل من قعدتوا معايا للوقت ده، يلا بقى حطوا بقى ايه لايك، واللي ما اشتركش يشترك يا حبايب قلبي. خلاص شايفين؟ بصوا هو بطل دخان وبطلت فركي فيه وحاجه اخر جمال. بصوا بصوا بصوا، شوفوا بصوا. انا لسه هفوره للمره الثالثه كمان. برضو قلنا على ايدي كده بترشرشي كده، هو سخن طبعا عشان كده بقول لك استني شويه. مش قادره يبقى بالمعلقه عشان الدنيا حر. عارفين لو شتا هتبقوا يا سلام على احلى بقى كسكس في الشتاء. تحبي بقى تعمليه بيدفي البيت وكمان بيدفيكوا، وكمان بتبص تلاقيه بتستعملي الحاجه وانت دافيانه، مش حرانين بقى وزهقانين زي اليومين دول وكده. يلا حبايبي هبدا بقى احطه في الفوط ان شاء الله بعد ما اخلص الكوبايه. كده حبايب قلبي خلاص، بصوا خلصت الكوبايه تمام.
يبقى احنا خدنا في الرشرشه كام عشان تبقوا عارفين مجموع الكوبايات في ال2 كيلو. خدنا 3 في الاول وواحده في الفوره الثانيه، وفي الفوره الثالثه دي خدنا واحده، يبقى خدنا كله مجموعهم 5 كوبايات. طبعا ان شاء الله هيعجبكم قوي. لا معمول بقى بال اللهم صل على النبي، لا بالبيكنج باودر ولا معمول بخميره زي ما شفت بعض الناس. هو ما شاء الله بيتعمل لوحده كده اخر جمال واخر روعه. كمان بشوف ناس برضو بيحطوا له لبن، اتس اوكي يعني. اللبن اولا هيديله طعم حلو وما فيهوش كلام يعني، بس بقول لكم اهو باقل التكاليف بنعمله، واي حته سمن بقى عندك بتعمليها. كمان ممكن عايزه اقول لحضرتك، ممكن لو بتستعمليه تعمليه زي مشروع ليكي، بتشوفي كيلو كام بره وبتعمليه بتبيعيه، بس بتبيعيه بقى بعد الفرة الثالثه على كده، اللي هو ايه ما بتحطلوش سمن، تمام كده بتبيعيه على كده. لو حابه بقى ان انت تبيعيه بسمن وكده بيبقى اغلى شويه. لو حابه بقى ان انت تحفظيه في الفريزر بتحطيه في علب او في اكياس، علب مغلقه او في اكياس، وبتطلعي طلب وبتحطي له سمنه وحاجات زي كده، او عايزه تخليه تستعيني بيه تعمليه شوربه ولا حاجه، يبقى ايه اللي يريحك كله. انا كده شربت الكوبايه عشان ما يبقاش فيه حاجه مكلكعه اهو. شايفين اي حاجه بلاقيها بقى ايه بهرسها بايدي، لو ان الفود مش هيخلي حاجه. وسامحوني اذا كنت اثقلت عليكم، بس والله حابه اديكم الوصفه بحذافيرها. تمام كده هنبدا نحطه بقى في الفود اخر مرحله. باخد برضو كوبايه مليانه، شايفين بقى بصوا عامل ازاي، بصوا اخر جمال. بحط كوبايه وبضربها كويس، وبعدين كوبايه وشويه اهو، يلا. وبعدين هنجيب بقى الحله نجهزها، اللي هو المصفى بتاعتنا خلاص ده علشان نفرش فيها حته البفته بتاعتنا. تمام، ادي حبايبي تالت مره اهي. اقفل بس كويس. معلش كانت مفتوحه. انا عنها بقى شويه كده حبايبي. بصوا اخر مره اللي هي بقى هفور الفوره الثالثه ومش هضرب تاني بقى. تمام، عايزه اوريه لكم اخر مره عامل ازاي. طبعا هو هيعلى معايا. بصوا الجمال، حاجه بقى مفيش بعد كده، كانه استوى، بس انا هعمله للمره الثالثه تجنبا ان يبقى فيه اي حاجه. بصوا اخر جمال. شايفين يا حبايبي كل مره بيعلى ازاي، ولسه فاضل كوبايه برضو كبيره تاني هضربها. بص عالي ازاي، خرج حتى عن المصفى، بس مش هيجرى اي حاجه لان هو استوى. برضو هيتحط نص ساعه. تمام، بصوا انا بسهمت له كده علشان ابدا ايه احط بقيته يعني اللي هو اهو. بصوا لسه اهو حوالي كوبايه برضو عشان تعرفوا ان هو عالي كده بقى حبايبي. خلاص بصوا دي اخر حاجه بقى، بس بص هو كده استوى،
لكن انا عايزه بقى المرحله الاخرانيه اللي هي ما تخليلكيش بقى ايه اي حاجه بقى تبقى بكلكعه ولا حاجه ما استوتش ولا اي حاجه. خلاص كده حبايبي، هنبدا بقى ايه نلف برده كده ووريتكم برده الفتحات تعملوها بايه لو في عندك فتحات ولا حاجه اهو. وهنحطه برده على الحله لمده برده نص ساعه. في النص ساعه بقى ان شاء الله اكون انا روقت الدنيا هنا وشلت الخلاط بتاعي وشلت الحاجه ونظفت الدنيا ونظفت الكونتر والارض وكل حاجه عشان عارفين انه بيبهدل الدنيا، بس الحمد لله انه مش زفر يعني. وبعد كده بقى نقدمهم مع بعض. واحنا كمان يعني ايه هنقدمه مع بعض. هنعمل طبق ليلي موجود، لكن انا مش هحط عليه كله سمن، على اساس ان انا ممكن احطه في الفريزر على اساس لو انا هطلع اعمل منه شوربه للخضار او اي حاجه، فيبقى ايه ما استغلتوش كله في الحلو. تمام كده، انتظروني كده بقى حبايبي. دي اخر حاجه اهي، دي اخر حاجه، اخر مهمه. بصوا شايفين الجمال؟ بصوا 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 بصوا، شايفين؟ طبعا سخن جدا. هنبدا بقى ايه نقلبه كده اهو، واحده واحده كده اهو. طبعا دي تالت فوره اهو. اهو اخر جمال. وهنفض بقى كده من جوه. تمام كده حبايبي. المها بقى واغسلها ايه على ايدي في ميه سخنه. شايفين الجمال والروعه؟ اخر حلاوه. هنبدا بقى بصوا، كنتوا فاكرين ان هو مكلكع، لا ده بس منه لسه سخن اهو. طبعا احنا اللي هناخده منه ان احنا ايه هنحط في علب ونحط ايه في الفريزر. حد جايلك بقى على غفله ولا حاجه حبيتي تعملي له يعني شويه كده بالسمنه كده جداد وسكر وكده براحتك خالص. حبيتي بقى هنقدم منه شويه برضو كده حلو ليا انا وزوجي عشان هو بيحبه جدا، هو اللي خلاني عملته بصراحه. بس هو متعب في ايه في ان الدنيا حر يعني، بس لكن ده في الشتاء بقى بيبقى ده مزاج بقى. شايفين؟ بصوا بصوا، شايفين؟ بصوا اخر سوا واخر جمال. لو طبق بقى اكبر يكون افضل، بس انا طبعا لقيت الطبق البامبا التاني ده هيبقى ايه مش باينين فيه اهو. بصوا ادي الكلكعه اهي، مفيش حاجه اسمها مكلكعه اهي. بصوا اهو، بصوا. طبعا الطريقه بتاعتنا دي ان شاء الله جميله، جربوها. معلش وسامحوني اذا كنت اثقلت عليكم في من خلال الفيديو. قلت لكم على كل حاجه، وقلت لكم على الملاحظات، وقلت لكم على التسويه، وقلت لكم على الدقيق، وعلى البلاد اللي بتعمل الطريقه دي بيحطوا الاتنين من الميكس مع بعض، وهنكتبها ان شاء الله على الفيديو. بصوا حبايبي اهو. طبعا هناخد جزء منه بقى وهنحط له السمن بتاعنا. هاخد بقى حبايبي شويه بقى منه كده. طبعا بقى دي حريه ليكي بقى، عايزه تحطي له سكر بودره، سكر سنترفيش بعد السمن يعني. تمام اهو. اوعوا تفكروا ان دي حاجه مكلكعه، لا ده هو صلى على النبي كده ما شاء الله اخر جمال. اللهم صل على النبي. حاجه بقى جميله. بس ايه طبعا مساحه الطبق صغير. حابه تعملي كيلو، حابه تعملي نص، اللي يريحك كله. هنجرب شويه بقى كده بالسمنه. جنب كده
معذرة عشان ايه مش عايزين طبعا حاجة على الكونتر. احنا نضفنا بننضف لرابع مرة. هحط بقى حبايبي السمنة اللي انا سيحتها اهي، دي اللي انا سيحتها علشان تبقى فريش كده وجميلة اهي، لحد ما تلاقيه بقى اصفر كده وبقى جميل وشرب السمنة بتاعته. وبرده ما تكتريش قوي يعني عشان الحر والدهون والحاجات دي. شايفين الجمال؟ بصوا بقى الحبايه بتاعته طب غليت بالسمن. طبعا ايه احنا مش هنحط عليه كله سمن علشان قلنا هنشيله في الفريزر لحين استعمالنا او حد جالنا يبقى حاجه جاهزه معانا. شايفين؟ بصوا شايفين؟ بصوا انا بس عايزه والله اوريكم يعني والله الكاميرا ظلماه اخر جمال والله العظيم. بصوا بقى زوجي طبعا واقف لي ومستني ان انا اديله الطبق بتاعه، فانا هديله ده وبعد كده انا هصور لكم طبق اللي هو هيبقى على الفيديو من بره يعني. ادي يا حبايبي شايفين الروعه؟ حاجه اخر جمال، جميل 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 يعني. ان شاء الله تجربوه بقى ويعجبكم. هحط بقى عليه سكر بودره لسه برضو عاملاه دلوقتي يعني علشان تبقى الاطعمه كلها فريش، مفيش حاجه قديمه عندي. تمام؟ حبيت بس ايه ان انا اوريه لكم كده اهو. ممكن بقى عايزه تحطي عليه زبيب، تحطي عليه جوز الهند، اي حاجه اللي يعجبك. طبعا ايه نحب نجود بقى من حاجاتنا، نعمل بقى زي بتوع المحلات كده بيروح حاطين رشش كده رشه سمنه بلدي فوق الوش، اخر جمال. هو عايزه بقى بايه؟ بجوز الهند. حطيت له جوز الهند وهحط له زبيب كمان، بس الجوز الهند ده خشن شويه ده ناعم. تمام؟ هنحط بقى شويه زبيب اهو، ادي زبيب عشان بقى ايه اللي حابب ياكل. زوجي مستني الطبق اهو، الطبق بتاعك اهو. ادي الطبق الجميل، حطينا عليه سمنه من فوق وسط الهند وزبيب. لو عندك مكسرات حابه تحطي حطي. خد يا بابا. افراح. وبكده بقى حبايبي خلاص خلصنا الجمال بتاعنا، وده الطبق بقى بتاعنا. انا هاكل منه. ليه بقى؟ انا بقى ما بصراحه ما بحبش ايه السمنه كتير، وخفت من السمنه فيه، وكمان ما بحبش الزبيب والجوز الهند وكده. لا ما بحبش، بحب الحاجه كده ايه اكلها لوحدها. طبعا انا لو واخدين بالكم ده الطبق اللي انا حبيت بس ان انا اوريه لكم، لكن انا هنا خلاص انا شلت زي ما انتم شايفين كده. بصوا بتحطي بقى في كده في عبوات كده. عايزه يعني انا بديكي فرصه ان انت لو حابه تعمليه مشروع يعني بتجيبي العلب دي كده المغلفه كده وتحطيه في الفريزر، بيبقى جاهز عندك حتى اللي انت تطلعي منه. وادي برضو علب تانية اهي. بصوا هي علب برضو دي نوعيه كبيره شويه يعني يعني لنفرين 3. وادي هو اللي هي العلب المتعارف عليها العاديه، وادي اهو. وده اللي انا بقى حابه ان انا اوريه لكم يعني. بصوا حبايبي، بصوا الكسكسي والله العظيم مش قادره اقول لكم يعني عليه. بصوا شايفين؟ مفيش بعد كده. انا حبيت والله ان انا اول مره اوريه لكم واكله قدامكم كده. جميل والله، جميل 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 حقيقي يعني، مش هتندموا ان شاء الله والله العظيم. جميل.
السمنه طبعا معموله بقى مقدوحه النهارده، السكر لسه عاملاه النهارده. فعايزه اقول لكم بقى جربوا الطريقه بتاعتنا، ان شاء الله هتعجبكم. والطريقه دي مش بتاعت حد معين، لا، كل البلاد عاملاها، ان هم بيحطوا ميكس بين دقيق السميد ودقيق العادي. ان شاء الله تعجبكم الطريقه وتجربوها وتقولوا لي رايكم من خلال التعليقات في الفيديو. ولو في حد عنده اي تعليق او اي حاجه يكتب لي. وما ننساش بقى اللايك والاشتراك اللي ما اشتركش في القناه. وبشكركم لحسن متابعتكم، وبقول لكم الى اللقاء في فيديوهات تانية مع هدى ان شاء الله يا حبايبي. مع السلامه.